محطة مسجد الركحي، وركبت اتوبيس رقم 6. اتوبيس رقم 6 دوت اللي هو الموصول، اتوبيس فيه وصلتين، يعني كانوا اتوبيسين لازقين في بعض زي كده. بتركب من محطة مسجد الركحي لحد آخر محطة جامعة أم القرى. جامعة أم القرى المحطة دي احنا كده خرجنا بره حدود الحرم، وبتنزل من الاتوبيس دوت بتركب نفس الاتوبيس تاني برضه رقم 6، بس اتوبيس غيره يعني، عشان دوت بيريح شوية، يرجعك لحد الحرم علشان تعمل العمرة بتاعتك ان شاء الله. واول ما تنزل هنا تنوي العمرة بتاعتك ان شاء الله عز وجل. لبيك اللهم عمرة، شوف انت عايز تعملها عن نفسك ولا عن مين، وتلبي اثناء الطريق على الاقل مرة واحدة. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. كده يبقى احنا عرفنا اللي وصل مكة وقعد فيها وعايز يطلع يعمل عمرة تانية بيعملها ازاي. دي الطريقة التانية اللي ممكن توفر لك انك تاخد تاكس وتوصل بيه لمسجد التنعيم او مسجد السيدة عائشة، اللي بيكلفك حوالي 30 ريال رايح جاي. انما الحافلات انت ممكن تركبها زي ما قلنا، حافلة رقم 5 تنزل منها تركب حافلة رقم 6، وهنا كده احنا وصلنا لنهاية المحطة اللي هننزل فيها، ونركب نفس الاتوبيس مرة تانية عشان نرجع. وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.